في عام 2015 دخل شاب أمريكي في العشرينيات إلى الديب ويب بحثاً عن أشياء غريبة يضيفها لقناته. وجد إعلاناً يبيع صندوق رعب حقيقي مقابل $500. الفضول دفعه لشراء الصندوق. وصل إليه بعد أسبوعين، وعندما فتحه وجد دمية خشبية صغيرة ملفوفة بقطعة قماش حمراء عليها رموز غريبة. في تلك الليلة بث مباشراً ليري متابعيه محتوى الصندوق، لكن أثناء البث بدأ يسمع همسات خلفه رغم أنه كان وحده. بعد يومين لم يظهر مجدداً على الإنترنت، وعندما اقتحمت الشرطة شقته وجدوه جالساً أمام الكاميرا ميتاً وعيناه مفتوحتان تحدقان بالصندوق، وعلى الجدار خلفه كتبت كلمة واحدة بالدم: لعبتنا بدأت.